أهلا بكم في إسباس وئام. هنا غادي تكتشفوا وصفات سهلة عصرية وبنتها رائعة. خليو يديكم معايا ونسمعوا آلات الأطباق. وصفة اليوم غادي نشارك معكم طريقة تحضير المقلوبة بطريقة سهلة وبنينة. غادي نشوفوا كيفاش نرتبوا الطبقات، نطيبوا الرز والخضرة والدجاج كيولي طايب ومشهي. تبعوا معايا خطوة بخطوة وغادي تخرجوا طبق شهي جميل. وهنا عندي 2 حبات ديال البطاطا، 2 حبات ديال الدنجال، و2 حبات ديال المطيشه، وبصيله وحده صغيره. صافي نتوما الكميه كتحكموا فيها هكا على حسب عدد افراد الاسره ديالكم. صافي هنايا قشرت بطاطا، قطعتها هكا على شكل دوائر، وقطعت مطيشه هكا خليتها بالقشره ديالها، والبصيله هكا على شكل دوائر، والدنجال قشرته هكا يعني قطعته على شكل طولي، ولا تقدروا ديروا بحال على شكل المطاشه يعني دوائر. صافي هنايا غادي ناخذ المقيله، غادي ندير فيها شويه ديال الزيت، وغادي نقلي بطاطا. المهم نتوما الا بغيتو ديروها في الفران ديروها، يمكن لكم ديروها ولكن الصراحه هكا في الزيت كتجي زوينه. مره يعني الا حتى الا قلينا ماشي مشكل. صافي هنايا غادي نقلي حتى البصله، يعني كنقليوهم كلهم، وغادي يعني كلشي غادي نقليوه. وانتم الا بغيتو ديروه في الفران كيف ما قلت لكم ديروهم ماشي مشكل، حتى هما كيجيو زوينين. صافي هنايا غادي نستمر وحتى يولي هكا على شكل هكا ذهبي، وعاد نحيدها. من بعد غادي ناخذ حتى الدنجال غادي نقليه، ولا كيف ما قلت لكم ديروه في الفران، رشوه بشويه ديال الملحه وشويه ديال الزيت، وديروه هكا في الفران يتحمر. وهنا غادي ناخذ مطيشه حتى هي غادي نقليها. المهم ما تقليوهاش بزاف باش ما تهبط لكمش، راكم عارفين مطيشه دغيا زعما دغيا كتهبط. صافي هنايا غادي ناخذ هكا صدر ديال الدجاج، انا درت غير هكا طريفات، نتوما الا بغيتو ديروا هكاك صحيح ديروه. وخديت واحد الفصيص ديال الثومه حكيته، وغادي نبدا كنشحرو مع شويه ديال المليحه، وغادي ندير شويه ديال الابزار، وغادي ندير شويه ديال السكينجبير وشويه ديال الخرقوم وشويه ديال الهريسه، وغادي ندير واحد القطيرات ديال لاصوص الصوجا. صراحه صدقوني جات زوينه بزاف بهاد الطريقه هذه، يعني واخا ما تبعتش الطريقه كيف ما هي كيف ما كيديروا لها هما، ولكن ماشي مشكل، حتى بهاد الطريقه هذه جات زوينه بزاف. المهم انا زدت شي حاجات ونقصت شي حاجات. هنايا في نفس المقله صراحه استعملت مقله وحده، يعني بلا ما تكثروا عليكم قوه المقالي وقوه هكا الماعن. غادي ندير شويه ديال الفلفله حمراء، شويه ديال الهريسه، وشويه ديال سكينجبير، مع شويه ديال الخرقوم وشويه ديال الابزار، وبطبيعه الحال شويه ديال المليحه ضروري، يعني من المليحه كتبقى على حسب الذوق. وصافي هنا غادي نروي بالماء، يعني الماء يكون شويه دافي هكا. وهما راه كيزيدوا فيها حتى الهيل وشويه والقرفه وسيدنا موسى. انا الصراحه ما كانوش عندي، اكتفيت غير بالقرنفل، درت شويه هكا واحد 4 الحبات ولا 5 ديال القرنفلات، وخليتهم خليتهم هكا كطلع فيهم واحد الغليه. عاد كنزيد الروز ديالي. صافي الروز بطبيعه الحال نتوما الا كان عندكم بسماتي، الروز بسماتي ديروه من الاحسن، هو اللي كيجي في هاد الوصفه هذه. المهم ضروري يعني كتبقاو كتغسلوه مزيان حتى 4 المرات، حتى كتحيد منه داك النشا اللي كتكون فيه، باش هكا تفاداو انه ما يتعجنش معاكم. صافي غادي نخليه، غادي نقص عليه هكا العافيه شويه ونخليه ياخذ حقه في الطياب. غنغطي عليه ونرجع معكم. صافي هانتوما شوفوا معايا راه دخلوا الطياب، يعني راه قرب يوجد. غادي نخليه غير هكا يشرب لي داك الماء اللي فيه. بصراحه الا كليتو غير هكا كيجي بنين بزاف. صافي انا زدت واحد شويه ديال صوص الصوجا، الا بغيتو تزيدوا شويه ديال الحامض زيدوه، راه انا اكتفيت غير بصوص الصوجا حيت اصلا هي راه فيها شويه ديال الحموضه. وزدت واحد معلقه صغيره ديال لاصوص الجيريان. الصراحه جات زوينه بزاف بهاد المكونات اللي درت، يعني واخا ما احترمتش الوصفه كيف ما هي 100%، ولكن حتى بهاد الطريقه هذه صراحه جات زوينه بزاف وجات بنينه. هانتوما شوفوا معايا الروز شرب، يعني ما تعجن ما حتى شي حاجه، كيجي باين.
وصافي هنايا كناخد شي مقيله ولا كاسرونه ولا اللي كان عندكم. انا خديت غير هذه صغيره، صافي كندهنها بشويه ديال الزيت، بالزيت ولا بالزبده اللي بغيتو دهنوها غير هكا باش كنتفاداو ما يلصقلناش الدنجال هكا في في الكاسرونه. وغادي نبدا كنستف الدنجال ديالي كيف ما كتشوفوا على هاد الطريقه، ولا يمكن لكم ديروا ورق الطبخ، يعني حتى هو تقطعوه على القاع ديال الكاسرونه وديروه هكا من التحت. صافي من بعد كندير بطاطا، ونسيت ما ذكرت لكمش يعني ضروري من تقليو بطاطا والدنجال ومطيشه وسميتو، يعني ضروري ترشوهم هكا بشويه ديال المليحه وشويه ديال الابزار، يعني باش ما يجيوكمش هكا مسوسين ويجيوكم باسلين. صافي من بعد غادي ندير دوك الطريفات ديال الدجاج، صراحه جاو فيهم واحد المذاق زوين بزاف. صافي كنستفهم. يمكن لكم نتوما في بلاصة الدجاج ديروا اللحم، يعني اي حاجه كانت عندكم متوفره ديروها، ولا الا كيف ما قلت لكم كان عندكم هكا طروفه بحال مثلا الفخذ ولا الصدر ديروهم هكاك صحاح، ماشي مشكل، حتى هكا كيجيو زوينين بزاف. صافي هنا كندير البصله اللي شحرت، ودرت حتى الفلفله ما صورتهاش معاكم صراحه، التالي تفكرتها درتها، المهم قطعتها هكاك على شكل دوائر وقليتها في الزيت مع شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار. صافي هنا كندير لها مطيشه، كندير فوق منهم مطيشه، الصراحه كتعطي مذاق زوين حتى مطيشه مع هاد الوصفه هادي. صافي واخر طبقه كندير هي الروز، اخر طبقه. صافي كندير ديك الكميه اللي عندي كلها، وانا راني درت كاس وربع ديال الروز، يعني نتوما تشوفوا على حسب عدد افراد الاسره ديالكم وديروا الكميه اللي هكا اللي كتناسبكم. صافي انا كنحاول كنبسطها مزيان باش كتاخد لنا الشكل الفورمه ديالها، وكنبدا كنقلب الدنجال غير هكا. والا بغيتو تزيدوا حتى طبقه واحده اخرى ديال الدنجال من فوق الروز يمكن لكم ديروها، المهم اما بغيتو ديروا الدنجال ولا بطاطا ولا مطيشه اللي بغيتو ديروها من التحت زعما من الفوق ديروها. صافي هنايا هذه هي المرحله الحاسمه. صافي كناخد طبيصير وكنقلب المقلوبه ديال الدنجال، هانتوما شوفوا معايا. المهم تحاولوا تحيدوها بسهوله، انا راه طارت لي وحده ولكن ماشي مشكل راني ثبتها. وصافي كان هذا هو الشكل النهائي ديالها، الصراحه جات بنينه بزاف، وخا صراحه درتها غير صغيره يعني ما كبيراش بزاف، ولكن الصراحه جات زوينه بزاف. غير تبعوا هاد المقادير يعني من الاول حتى الاخير، ان شاء الله راه غادي تنجح معكم وغادي تعجبكم وغادي تولي معتمده عندكم. وشكرا لكم بزاف، والى اللقاء الفيديو القادم ان شاء الله.